السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. وحشني خالص خالص خالص، انا بغيب وبرجع، بس انا ان شاء الله هتم يعني. استنى يا تيتا عشان اقول. حاضر. شوفوا رجين عايزه تقول لكم ايه. انا كنت عندي ظروف، كنت باكل كنت باكل الهمبرجر بس. نسيتي؟ آه، مكسوفه؟ ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبايب قلبي. كنت عندي ظروف. اقول لهم كان عندي ظروف، انا كان عندي ظروف. ان شاء الله باذن الله هقول حاضر. هي مصممه ان انا اقول لكم كان عندي ظروف، هي اللي كان عندها ظروف مش انا. احنا الاثنين. احنا الاثنين خلاص، احنا نمشي احنا الاثنين. حبايب قلبي النهارده باذن الله يعني مشيئه الرحمن كده هنعمل طعام باذن الله كده، طعام وحاجه جميله ومستحبه قوي 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 في العشره اللي هم ذو الحجه باذن الله. ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير كده. طبعا انتوا شفتوا اسكندريه امبارح كان يوم كان صعب جدا جدا جدا، واول مره حقيقي تحصل، ولا شفنا شتاء بالمنظر دوت ولا تلج بالمنظر ده. وربنا يا رب يحمي كده اخواتنا كلهم يا رب اللي كانوا بره ويجيبها على خير باذن الله. باذن الله يعني كده هتتابعوني، وهيبقى احلى فيديو وهيبقى حلو قوي. وعلى فكره في ناس كتير قوي مساهمه في الاكل ده النهارده، فاللي عايز يساهم اهلا بيه. ان شاء الله هحط لكم الرقم اللي هو بتاع المحفظه في اللينك تحت يعني باذن الله. اللي عايز يتواصل كل شيء بامانه وبصدق، ومفيش حاجه هتخش البيت من الحاجات ديت. بصوا يا حبايب قبل احنا مع بعض كده ان شاء الله كده ايدينا في ايدين بعض باذن الله. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه وكفته وشويه سلطه، دي اول وجبه هنطلعها وهنصورها وان شاء الله وان شاء الله هيبقى فيديو حلو قوي قوي كله هيستفاد. يلا بينا نخش على الايه، على الموضوع نفسه. حبايب قلبي بصوا انا دلوقتي كده بحضر للكفته، فبقطع الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر، واخد ال3 كيلو لحمه ان شاء الله باذن الله يعني ياخدوا زي ربع فلفل احمر وكم واحد اخضر كده يعني. بصوا انا حطيت دلوقتي 4 بصلات و2 فلفل احمر و2 فلفل اخضر، ويتضربوا في الكبه باذن الله. بصوا حبايبي اضربهم في الكبه، وبعد كده ابتدي ايه انعمهم كويس، بس يعني عشان بس ايه ينزلوا الميه بتاعتهم. وهو هبتدي اصفيهم كده واخد الميه واركنها على جنب، وعاوزها بعدين هقول لكم يعني. بصوا صفيتها كويس، هبتدي بقى افضي اللحمه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله حمرا وجميله، بس انا حطيت لها بصراحه طبعا لازم الكفته بتحط لها دهنه، فتقولي للجزار لو هو معرفه او حاجه يفرمها لك. هو بقى بصراحه الايام دي مرضاش، عشان بصوا انا كان عندي دهنه رحت عامله ايه بقى، ودي بقى كل ست تعرفها يعني، مش هتقف على اي حاجه يعني. مسكت الدهنه اللي عندي ورحت بشرها بالمبشره، والله طلعت احسن من المكنه نفسها، كمان ناعمه جدا يعني ما بانتش في اللحم. بس هي كانت عايزه كميه اكتر بصراحه، يعني المفروض كل كيلو لحمه بياخد ربع كيلو دهن، انا حطيت يعني زي ربع كيلو دهن بس في كل الكميه دي بصراحه. ما هعمل ايه بقى، بقيت الدهن اللي عندي فيه اتبشر وفيه لا، فطبعا عشان ما تطلعش حته كبيره ولا حاجه فيها، فانا استكفيت بدول و... والبقدونس بقى دول كانوا 5 حزم رفنعين. طبعا رميت كل الطروف الناشفه وخليت الورق بس، ورحت ايه خرطة رفيع جدا وحاطه. بالنسبه للبهارات هنحط فلفل اسود، وهنحط بابريكا اللي هي المدخنه دي، اللي هي الفلفل الحلو اللي هو ما بتبقاش حراق يعني. طبعا بقى ناس مسنه هتاكل، ناس تعبانه، ناس كده ما اقدرش اعملها حامي بصراحه. وتدعكيها كويس جدا جدا جدا، تاخدي فيها تلت ساعه ربع ساعه، المهم بص تطلعي النسيج بتاعها كده وتعمل خيوط. اما بالنسبه لميه البصل حطيت عليها حبه زيت، وحطيت عليها معلقتين صلصه، وحطيت عليها حبه بهارات من كل حاجه حطيتها بس حبات صغيره. وعلقت على المكرونه، حطيت الميه على النار اهي الميه تغلي بس وتتسلق المكرونه. والصلصه طبعا ما عملتهاش ولا ببصل ولا بثوم، عملتها ساده خالص. هما شويه زيت كده يتقدحوا، وتكب عليهم الطماطم وتسبكوا وملح وفلفل اسود وطبعا شويه شطه لو انت بتحبي الحامي، لو ما بتحبيش ما تحطيش خالص.
طبعا انا ما حطيتش عشان دي ناس طبعا هتاكلها، وانا يعني ما اضمنش طبعا ايه ظروفها، التعبان واللي كده واللي ما يستحملش الحامي بصوا يا حبايبي طريقة الكفتة بقى في تصبيحها. بصي انا حبيت اجرب مرتين اعملها، يعني في على السيخ ودي اختياري. اللي ما بيعرفش على السيخ في طريقة حلوة قوي. بص اسهل حاجة عملتها بالكيس، وبتقعدي تخططيها كده بالسكينة بتطلع عليها نقشة جميلة برضو. وبالنسبة للكفتة وانا بعملها انا حطيت لها كام معلقة دقيق. حطيت لكل كيلو معلقتين دقيق، معلقتين وسط كده، يعني ما يكونش مليانين قوي هرميين، اقل. يعني حطيت 6 معالق دقيق، خلي لي الكفتة كده فيها طراوة وطرية وجميلة. وحطيت كيس بيكنج باودر بس كده. بس مع بهاراتك اللي انت بتحبيها تحطيها. كنت حطيت اللهم صل على النبي بهارات البرجر او بهارات الكفتة. ولو عندك 7 بهارات خلاص تكفي يعني. اهو بص بوريكم جمالها ازاي في الفرن، مش ولا كشت ولا قلت ولا اي حاجة. اللهم صل على النبي كانت طالعة جميلة وتحفة بصراحة. يعني بصي الصوابع كمان بصي طالعة بالعظمة اللي احنا عاملينها، يعني نفس الطول اللي عملتها بصوا منظرها ما قلتش خالص. اللهم صل على النبي، حلوة حلوة يعني. ياكلوها في الهنا يا رب كده. بص بقى اوريكم بقى الاختراعات بقى والحاجات الحلوة اهي. لا والله بصي الطعام ده وانت بتعمليه بحب بيبقى روعة. بتحسي ان انتي فرحانة كل حاجة والله. وما طلعت طبعا وزعت وكده، انا وزعت بنفسي انا والبنات. تعالي يا تيتا معانا، تعالي يا تيتا معانا. رحت نازلة بصراحة، قلت بقى ايه اشارك السعادة الحلوة ديت، اللي كله يبقى مبسوط وكله فرحان وكده، وايام مفترجة علينا يعني. يا رب يقعد علينا بخير. بصوا لا بصوا كمان ال3 كيلو لحمة مفرومة مع ربع اللية اللي انا حطيتها. المفروض تحطي كده الربع اللية عليهم، 3/4 من كل كيلو عليه ربع يعني. عملوا كام صباع كفتة من الصباع اللي انت شفتيه دوت، اللي ملي مركزه زي ما بيقولوا. عملوا يجي 54 صباع كفتة. فما شاء الله عملوا معانا 27 علبة. وجبة اتعملت. طبعا عملنا بقى السلطة بقى. طبعا ما حطيتش برضو فيها ملح ولا حاجة، عشان برضو الناس ايه تاكلها كده كأنها بتاكل طماطمايه خيارايه قرن فلفل. والله جبت الجزر ونسيت اللي انا احطه. فطبعا انا ما خدته، يعني انا لو خدته انا حطيت فلوسه تاني في سبيل احطها على فلوس الطعام المرة الجاية بإذن الله، وتطلع لي برضو بنفس الطريقة. بص يا حبايبي اهي المكرونة مع صباعين الكفتة مع كام حتة فلفل مع كام حتة طماطمايه مع كام حتة خيارة. وما شاء الله وجبة جميلة جدا وحلوة والناس بصراحة كانت قاعدة، اللي لسه ما اتغداش بقى واللي لسه يعني بيشقى ويعلم هيروح بالليل ولا يروح امتى، ولا اللي بينام في الشارع ومش قادر. والله امبارح كان الجو صعب جدا في اسكندرية. انا اديت لناس والله المرتبة اللي نايمين عليها في الشارع مش يعني هي مش باينة من كمية المية اللي فيها. لا تقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ربنا يعينهم باللي هم فيه كله يا رب. فحاجة زي كده بتسعد البني ادمين وكده و... الطعام ده دي حاجة من الجميلة. يعني كل ما يكون الإنسان عارفة الوجبة اللي تعمليها في بيتك، ممكن مش شرط اللي انت تطلعي الطعام اللي انت تطلعي مثلا فلوس او تطلعي لو انت مش مقدرتك حاجة، بس اي طبخة عملتيها في بيتك طلعي منها وجبة. يعني لو عملتي نص لحمة طلعي حتة لحمة كده بشوية رز بشوية سلطة بشوية خضار، هتأكلي نفر اسمك برضو طلعتي الطعام. فبتبقى بتسعد القلب كده الحاجات دي كلها وربنا يا رب يقدرنا ونعمل خير دايما يا رب كده. على فكرة برضو والله كذا واحد شارك في ليه، حتى البنات الصغيرة قالوا هندفع 50 جنيه يا تيتا، ما فيش مشكلة. اللي معاه 20 بيدفع. المهم أي فلوس بتتلم بتتحط بتجيب بيها أي حاجة. هتجيبي بيها طماطم، هتجيبي بيها بصل، هتجيبي بيها فلفل، أي حاجة بتحطيها في الفلوس وخلاص. ففي اللحظة دي بتجمعي أي مبلغ بتقدري تعملي الطعام. بتحسي براحة نفسية رهيبة بقى، يعني غير كده بتقولي يعني الحمد لله على كل حال. بصي احنا وزعنا الوجبات اهي. هو في لقطة جت بس واحنا معبين الشنطة عشان ياخدوها ايه. الشنطة اللي اتعبت دي اللي انتوا شفتوها، بنتي جت من بره فكانت لسه يعني لابسة هدومها وكده ما غيرتش وكده. كانت هي بره بتشتري حاجات يعني.
راحت قالت تعالوا هاتولي كام وجبة كده أنا أوزعهم بنفسي عشان أقل من على يعني الخدمة شوية. فخدت لها زي 10 كده معاها، والباقيين دول احنا خدناهم ونزلنا بيهم بقى. بس لوجي بتعمل لكم قلب جميل ازاي. وطبعا جبنا حاجة ساقعة كده تطري على القلب كده، عصير. حبايب قلبي وجبة الخير الحمد لله تمت على خير. وال3 كيلو لحمة عملوا 27 وجبة. وطبعا المشروبات برضو الباكيتة طلعت 27. الحمد لله. و3 كيلو مكرونة طلعوا بالظبط والله بنفس برضو بالظبط قوي الاطباق وكده. انا برضو بقول كده ليه؟ عشان الناس اللي عايزة تطلع وجبات وتعرف تعرف ال3 كيلو لحمة بيعملوا ايه. بياخدوا 3 كيلو مكرونة، وبياخدوا البيست دوت كرتونة برضو. فكل الوجبات كلها 27. فالحمد لله الحمد لله، ويطلعوا على خير باذن الله للناس المستحقه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نكررها مره واثنين وثلاثه مع بعضينا. وان شاء الله هحط لكم نمره التليفون اللي هي على المحفظه باذن الله. باذن الله تتواصلوا معايا لو انتوا حابين، يعني لو مش حابين احنا بنقدر على اللي بنعمله والحمد لله. ان شاء الله كده برضو احنا طالعين نوزعهم. هم في مجموعه راحت والله، يعني هم اخدوا 12 13 واحده كده، اخدوا 10 البنات هي اللي عدنا اخدوا 10 ونزلوا على صوم برضو يكسبوا وقت، عشان احنا صايمين برضو نلحقوا ايه نفطروا كده. والحاجات دي كلها ما في حد حتى ده مكرونه بقه. حبايب قلبي ان شاء الله دلوقتي هننزل نوزع، وهتشوفونا باذن الله احنا بنوزع. بس مش هنجيب اشخاص يعني كده غير ايه، عشان برضو حرام. بس هتشوفونا يعني الناس كده. وانا هصور مع دي. يلا على خير. السلام عليكم.